في حدود الساعة 11 صباحا قرابة 200 شخص في ساحة الزيتون بقلب مدينة زيوزو، وقاموا بالإفطار جماعيا علنا. تناولوا سندويشات، المياه المعدنية والمشروبات الغازية وحتى الكحولية أمام دهشة واستغراب أنظار سكان مدينة تيزي وزو. هذا الفعل الشنيع يعد الأول من نوعه والذي تشهده المنطقة والوطن عموما كان تحت شعار نعم للتسامح واحترام حرية الغير، وقد أطره الكثير من المناضلين المحسوبين على الحركة الداعية للحكم الذاتي بمنطقة القبائل في غياب تام لمصالح الأمن. الزميل حسن زيزي غطى الحركة وعاد لنا بالتالي. Écoute, attends, l'aéroport d'Alger, véromine, par respect, tu ramènes à la table de Nest, c'est par respect à notre religion, à l'islam. Nous connaissons que les Ahmed Valadin, les Qavaïlik, Ziguern contre l'islam, non. Elle ne sera jamais tolérée, la Gétizeus. زيك تيزوزو هذا كي اللي متبقر عند الغاشي الناس مام يتشارم شويه لكن هذه كان نعم بون سونتي مام يبغى هذه كيف هذه يسوي شوازي يسيزول هذه اختيار ننظر ويزولي هذه راح هذيك ثورتنا شو على كذا وين نسالي حسب انت كل ربي سبحانه ثوراني كاخذ من هكا تمزور خصنا مليح ماشي لا ناس خصنا القبائل لا ناس خصنا دين الاسلام لا ناس خصنا كلشي لا ديون نمشيت نفهم قراحه نتاع ديك كمل أشو إن شاء الله نديه ضربي إذا كاس نطلب. الجدير بالذكر أن أغلب المتجمهرين هم من المغتربين بفرنسا والذين يلتحقون بتيزي وزو صيفا، وقد تبرأ منهم سكان ولاية تيزي وزو. تبرأوا من هؤلاء مؤكدين أنهم باتوا يعرفون جيدا هذه المخططات القادمة من وراء البحار والتي تهدف لتصوير الولاية على أنها مدينة لانتهاك حرمات الأخلاق والدين وبالخصوص في شهر رمضان المعظم، مؤكدين أن الولاية هي مدينة الشيوخ والعلماء وحفظة القرآن، ولا يمكن لمجموعة متكونة من 200 شخص أن تسيء لولاية سكانها أكثر